بلا صوت. يلا ملحم زين. سعد المجرد غنيت له وكان في ديو بينك وبينه. اليوم عم تتواصل معه ولا اخر مره تواصلت معه؟ كيف كانت الاجواء؟ بلا في تواصل انا وياه لليوم. نعم. يعني من جوا في معه تليفون عم فينا نتواصل. عن جد معه تليفون يعني ولا؟ ايه معه تليفون. فينا نقول على الهواء؟ ايه اوكي. هلا مش عمري رقم التليفون بس انه معه ما تليفون. يسحبوا له التليفون هلا بس يعني بفرنسا وين ما حيسمعونا. في روميه بفرنسا؟ ليك سعد اللي صار معه منه سهل ابدا. منه سهل اللي صار بغض الديو بعدين بنحكي فيه. تسجل لانه الديو بالاستوديو عند ميشيل فاضل وما يعني وقف كل شيء. اللي صار مع سعد منه عادي. سعد يعني كان شاغل الدنيا شو بيقول شاغل الدنيا بس هو غلط. لا ها هو غلط. انا برايي الشخصي شوف بدك تعرف شو الاغتصاب بفرنسا القوانين كثير دقيقه. تمام. يمكن اذا قلت له رجع لورا ما رجع تروح تشتكي عليه مثلا. نعم. تمام. بقى بالتالي بدك تشوف شو هو الاغتصاب. تعريف الاغتصاب شو هو. انه تطلع البنت فرنسيه يهوديه وانه يطلع الساعه 5 الصبح في حدا عم يصوره وهو رايح يخدينه مكلبش. في شيء مش طبيعي. يعني انا برايي الشخصي والمتضررين من سعد كتار. خلينا نحصر بالمغرب العربي. خلينا نعتبر ان كان فنانين ان كان مما كان يكون صبي عمل حاله انه ايه وانه لا. عمل حاله بالوطن العربي مش عاديه. يعني مين كان منا بيسمع مغربي. في مؤامره انعملت صارت عليه. يعني ما بدنا نقول مؤامره نكبر هالقد نعيش حاله المؤامره اللي عايشينها دائما نحن كعرب. نعم. خلينا نقول انه في فيلم تركب له للصبي. نعم. يعني في حدا بيعرف القوانين شو هي انشغل على الموضوع بهي الطريقه. هو كان موضوع قابل يعني لانه مش اول مره بتذكر بغض النظر. هلا بامريكا ما بعرف اذا ثابته ما في شيء ثابت لانه ما انحبس بامريكا. نعم. بامريكا قدر يطلع بدون اي شيء ما انحبس. مزبوط. بقى بالتالي يعني الامور انا هذا تقدير الشخصي يعني في شيء تركب له. شو بدي له لسعد مجرد من منا وجر؟ بدي اقول له بعرف انه كثير صعب اللي هو وقع فيه. يعني واحد يكون بهالنجوميه بهذا المحل فجاه يصير معه هذا الشوك مش عاديه القصه. بيطلع اقوى. بامريكا في ناس بتقول انه كل الرابرز كل الهول ضروري بالكارير تبعيتهم يعملوا حبس يعملوا هيك قصص يفوتوا يتوقفوا لانه هيدي بتعطيهم قوه شوي اكثر. ما بعتقد مش عنا هيدي. مش عنا. يعني هي اذا لا سمح الله لا سمح الله وقفوك بفرنسا بقول لهم جي سوي مالاد. يلا طيب عندنا لعبه عندها 4 شخصيات. بس بدي اقول لسعد كلمه. بدي اقول له الله يفك ضيقتك ان شاء الله وان شاء الله ترجع لاهلك ولجمهورك اللي بالملايين وانا من ضمنهم وكتار من ضمنهم. الله يقويك ودائما خلي الله معك وين ما كنت. انت سجلت ديو مع سعد؟ ايه